عايز افهم بس انا ليه يطلع لي في المحتوى الرائج المصري على اليوتيوب الفيديوهات اللي هي اعلى مشاهده يجي لي على اول فيديو مثلا هاجر حامل؟ يا ترى نوع الجنين ايه؟ ما هو اكيد مش خلاط، والمشكله انك تلاقي ان جوز هاجر هو اللي مصور الفيديو. يعني انا عايز اعرف فين الابداع في ان يجيب 3 مليون ويظهر لي في الترند. يعني ايه المشكله؟ يعني مصر كلها مهتميه بانها تعرف نوع جنين هاجر، والفيديو التاني ليه الاقي انه اول ظهور للعيله بعد وفاه جدتنا. تمام، يا ترى شكل جدتنا ايه بعد ما ماتت؟ وممكن تتوقع في الفيديو ان جدتهم تدخل عليهم من الفرحه لما تلاقي ان الفيوهات عليت، يعني عدت ال 2 مليون فيو. فاللي هو اللي هو ممكن من الفرحه تخش عليهم وتلاقيهم كلهم ان الثامنيل، ان الصوره المصغره بتاعت الفيديو كلهم قاعدين كده ولابسين اسود في اسود وحزانه. طب انا افهم ان ده خلاص، يعني انت ممكن تكلف نفسك وتجيب شيخ مثلا يقرا ربع وتمام على كده وخلاص، او تطلعوا تعملوا لها كولدير، يعني لمه العيله تبقى. لكن ليه لمه العيله تبقى بكاميرا؟ وليه ان احنا نشوفكم وانتوا حزانه؟ انا مش فاهم برضه. من انواع الفيديوهات المحتوى الراجل تلاقيه قدامك على اليوتيوب: قبضت اول 100,000 جنيه من اليوتيوب وهقول لك تقبض زي ازاي، والكلام اللي هقوله لكم في القناه ده محدش هيقوله لكم غيري. يا سلام على الامانه. وتلاقي ان اصلا كل القنوات بتعمل الفيديو ده، وتدخل على القناه بتاعتها تلاقي ما عندهاش يعني غير 50 مشترك كلهم من الشارع او من العيله. والفلوس اللي هي متصوره بيها ميتينات على الصوره المصغره اللي هي سبنيل في الفيديو دي اصلا جمعيه امها بتلمها. مثلا لو انا حد مثلا يوغوسلافيا نيوزيلندي، تمام، وعايز اعرف المجتمع المصري هنا بيهتم بايه، فهدخل اعمل سيرش على المحتوى الرايج في مصر، فالمفروض ان ده اللي يطلع لي. انت متخيل؟ وتلاقي من الفيديوهات اللي بتجيب اعلى فيوهات وتظهر لي في المحتوى الرايج نوعيه الفيديوهات بتاعت اول مره اشرب سم فران هموت واعرف طعمه ايه. يا ترى انا هموت الاول ولا الفار؟ ما هو هي اول مره وهتبقى اخر مره وهتموتي وتعرفي، فده احنا كلنا متاكدين منه. بس يعني انا ايه اللي يشغلني كبني ادم؟ يعني انا يعني بدل ما اتصل ب 100 122، ايه اللي يخليني اكمل الفيديو لحد الاخر واوصله انه يبقى ترند بدل ما الحق الروح دي؟ وتلاقي من الفيديوهات اللي بتعمل اعلى الفيوهات وبتوصل انها تبقى ترند 3 4 ايام، المحتوى بتاعها او العنوان بتاعها: عملت عزومه لخالتي وجوز خالتي عشان اصالحهم على بعض، والمفاجاه ذبحت لهم جوزي بس يا رب يعجبهم. طب انا معلش، انا برضو يعني انا كحد مصري قاعد يا سيدي في اسوان، تمام، انا ايه اللي يهمني؟ يعني انا اتفرج على الفيديو ووصله 3 مليون ليه؟ عشان اعرف مثلا يعني هما كانوا بيتخانقوا على طقم الملايات، ولا هي كانت المفروض مثلا الغساله كانت على خالتك ولا جوز خالتك، ولا القايمه وتفاصيل القايمه اللي خلتهم يخسروا بعض؟ انا مالي. بس انا توصلت والله في الاخر ان احنا كشعب عندنا فضول رهيب، احنا عشاق فضول، احنا كلنا نفسنا نعرف كلنا طبخين النهارده. فكره ان انا مثلا ببقى رامي ودني عند جاري فهو بقي خبيث فبيوصليش هو النهارده يعني مخبي عليا مثلا هو بيقبض كام مثلا، ومراته حامل في نوع الجنين اللي هو لسه اصلا ما عرفوش ايه. ولما بيطلع على السلم مثلا بيتعمد ان هو يجيب حاجاته كلها وطلبات بيته في اكياس سودا عشان انا ما اعرفش. الموضوع ده يعني فاهم مقلق مضايقني، فاهم؟ فانا دلوقتي بقي في محتوى ان انا ممكن اعرف تفاصيل ناس تانية، الرغبه اللي عندي دي تمام اشبعها بقى. يعني فاهم انت؟ يعني دي بتبقى ادمان. فانا خلاص انا كمصري انا بحس ان انا خلاص أنا تمام، مش لازم اعرف كده جاري بيعمل إيه. بس انا هعرف برضه لان هو مسيره هيعمل قناه على اليوتيوب ويبقى خلاص فتح الكاميرا بقى وعيش انا انبسط بقى، وانا هعمل زيه ان شاء الله. ما هي خلاص ما دام بتجيب فلوس وفيوهات. السر في الفضول، احنا كلنا عايزين نعرف عن كلنا كل حاجه. فهي دي التركايه اللي اتلعب عليها وما شاء الله يعني الحمد لله جابت نتائج، جابت فلوس، جابت فيوهات، وجابت لنا الضغط.